للصيام أسرار كثيرة، وبخاصة إذا تم اتباع نظام غذائي مع الصيام فسنأخذ نتيجة رائعة بإذن الله. دعوني أتأمل معكم هذه الدراسة العلمية. من خلال مراجعة مصادر التغذية العلمية المعتمدة يتضح لنا أن التمر والرطب من أعلى الفواكه من حيث السعرات الحرارية، ولا يقاربها في ذلك إلا الزيتون. لكن ارتفاع السعرات الحرارية في الزيتون مصدره الدهون وليس السكريات، بينما تكون نسبة الدهون في التمر منخفضة جدا. يقول الخبراء إن انخفاض نسبة الدهون عند الإفطار في التمر مطلوب ومهم، لأن الدهون تأخذ وقتا أطول في الهضم والامتصاص. وهنا ربما ندرك لماذا كان حبيبنا عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يفطر على التمر.